يا جماعة في لغز فعلا في موضوع مجوهرات السيدة شاليمار شربتلي. خالد يوسف انت فين؟ لا، الموضوع ده في ان اهلا بكم في مواقف مع عاطف. الموضوع اللي انا هتكلم فيه ده واللي فعلا الناس كلها بدأت تتكلم عنه وكل واحد يقول رأيه وكل واحد يفتي برأيه، موضوع الأخ المخرج خالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي. شاليمار شربتلي هي سعودية الجنسية، متزوجة من خالد يوسف، وهي فنانة تشكيلية وصديق لها مقرب جدا 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 اللي هو المخرج عمر زهران، اللي قالت عنه ان هو سندي وظهري العين الثالثة ليها. شوفوا بعد الكلام الحلو ده واللي اتنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، اتهمته بسرقة مجوهراتها. مجوهراتها دي تشمل مجوهرات ثمينة جدا جدا بتتعدى ال 200 مليون جنيه. الناس اتكلمت عن الموضوع وفتحت حوار عن هذا الموضوع، وعمر زهران كمخرج هو صديق فعلا للفنانين ومقرب كتير ليهم وبيحبوه دايما، يعني بيتكلموا عن موضوعيته والحيادية اللي هو عايش بيها والحب اللي بيغلفه لكل الناس واللي يعرفهم والمقرب منهم. الناس كلها اتكلمت عن عمر زهران وقالت فيه كلام وقصائد شعر حقيقي، يعني مواقف الإنسانية لا تنسى. ازاي يا شاليمار تتهميه وانت بتقولي عليه ان هو الاخ والصديق والسند والعين الثالثه ليا، وهو مقرب منك ومن جوزك قوي قوي قوي؟ شاليمار شربتلي ادت بعض الهدايا لعمر زهران كما هو معروف. طيب ايه اللي حصل؟ في لغز. كتير من الناس المقربين من خالد والمقربين من شاليمار قالوا يا جماعه طب انت فين يا استاذ خالد؟ انت ليه ما اتكلمتش يا استاذ خالد؟ يعني لازم نقر بنزاهه العداله والقضاء وان شاء الله خير باذن الله. لكن اللغز الوحيد والتساؤل اللي لحد دلوقتي ما ظهرش، ليه الاخ خالد يوسف ما اتكلمش لحد دلوقتي؟ وليه ما ظهرش في الصوره؟ يا جماعه في لغز فعلا في موضوع مجوهرات السيده شاليمار شربتلي. مين هيحله؟ القضاء. طبعا انا اعرف ان هلا صدقي راحت المحكمه وقالت رايها وناس كتيره قالوا رايهم، لكن انا عايز اسال سؤال. خالد يوسف انت فين؟ خالد يوسف انت ليه ما اتكلمتش؟ انت ليه ما قلتش رايك؟ يا جماعه في لغز 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 كبير جدا عن هذا الموضوع. لا، الموضوع ده في ان اتمنى ان الان دي تتحل واللغز ده يتحل ونشوف ايه الموضوع وراه ايه. لا، في حاجه مش عايز اقول حاجه بقى، لا دي حاجات كتيره 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 ظهرت من خلال اللي حصل في موضوع الست شاليمار شربتلي وخالد يوسف وعمر زهران. كلنا مستنيين الرأي النزيه اللي احنا عارفينه من القضاء المصري، ونلتقي في حلقة أخرى من مواقف مع عاطف. تحياتي لكم.